في بادرة غير مسبوقة في الوقت الذي تحتفل فيه القوات المسلحة ومن ساندها بالانتصارات العظيمة. في العديد من المحاور قامت قوات التحالف السوداني قطاع دارفور شمال بزيارة إلى عدد من القرى بولاية الجزيرة، وكان في مقدمة وفد التحالف الزائر لتلك القرى العميد آدم خاطر قائد قوات التحالف السوداني قطاع دارفور بمحلية حلف الجديدة ونهر عطبرة وخشم القربة بولاية كسلا. وفي استهلالية زيارة العميد آدم خاطر لقرية أم القرى قال إن المنطقة شهدت صمود من الجيش والقوات المساندة له، وحيا القوات المسلحة والنظامية والمشتركة والقوات الأخرى، موضحا أن لدينا قوة اتجهت إلى معسكر الصياد ومن ثم إلى دارفور. وأضاف أن زيارة التحالف تهدف إلى الإطمئنان على أوضاع المواطنين بعد تطهيرها من ميليشيات الجنجويد. ترحاب لمحلية أم الغرة، وأيضا نحن جينا محلية أم الغرة، طبعا لقينا البلد في أمان، وإننا القوة المشتركة موجودة في محلية أم الغرة. طفنا على الغرة ذات، شفنا المزاليم شنو، وايضا لقينا الناس ما شاء الله، الشرطه والشرطه الامنيه وجهاز الامن والمخابرات وناس الغليه، والحمد لله نسقنا الامور كلها والامور ماشيه قدام بقياده الجنرال علي جاد الله الردي وقياده الجنرال الشهيد خميس عبد الله ابو بكر. ربنا تقبله، وان شاء الله المشتركه دي كلها سند للجيش وقوات الشعب المسلحه. الان هنا ان شاء الله لدارفور ايضا ان شاء الله ويفضل ولجا الجيدات. الله اكبر. نرحب بالقوات المشتركه. انا السيد الرائد رئيس قسم شرطه ام الغرة، ترحيبا كبيرا على ما بذلوه من جهد كبير. جيش واحد شعب واحد. الله اكبر. الله اكبر. وأن الزيارة تشمل ولاية الجزيرة وولاية سنار لتقديم الخدمات إلى المواطنين. وقام وفد التحالف بجولة إلى المناطق العسكرية والأسواق بمحلية أم القرى، ومن ثم توجه الوفد إلى قرية أم كتير. قرية أم كتير والبان جديد، القرية دي طبعا أنا مولود فيه ومتربي فيه، وعندي الأجيال المعاي وعندي الكبار مني وعندي الصغار مني. دي الناس عزيزين علي شديد، عزنا ناس، وإن شاء الله من الشباب للشابات اتبرر لكم حاجة واحدة بس. أنا من ما قمت سأيت وخطيت في بالي ودار اتبرر لكم. كلام ده أنا قدره، كلام ده أنا بقوله ساي، ما كلام ليه بساي. أنا جيت هنا قبل اليوم بالقرية ده قريتي أنا، دار أوصل لكم الكهرباء، كلام ده بإيده ده. جميع القبائل السودانية هنا بنخدمه وبنشكره، وإن شاء الله لنا تحية خاصة لناس قرية أم كتر، فيهم الناس اللي استشهدوا، فيهم الناس اللي يعني مشوا عبرياسة يقتلوهم، وإن شاء الله ربنا يتقبلهم كلهم. ونحن ما بنفرز نقول فلان فلان، ربنا يتقبل شهدانا كلنا. شكرا عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بأخواننا القوات التحالف. اليوم نحن سعيدين جدا يعني بمشاركتهم في قرية أم كتير، نرحب بهم والله، ما قصروا وقفوا معانا في المشاكل اللي كانت حصلت علينا. يعني الحمد لله كان يعني مع فترة الخريف نزحنا في أماكن حيث الحمد لله ربنا سهل علينا ونحن رجعنا بالعافية والسلامة. نشكر أخواننا اللي ما قصروا معانا، الجيش نشجعهم كثير يعني، وخاصة قوات التحالف آدم خاطر ما قصروا وقفوا معانا وشاركونا وجزاروا قرية أم كتير. نرحب بهم. سيد أخونا وابننا العميد آدم خاطر إسماعيل، قائد عميد التحالف، زيارتنا في قرية. هذا القرية طبعا من ابن منطقة وهو مسقط راسه، ونحن والله أهل المواطنين هذا أم كتير سعيين بزيارته وشاكرين ومقدرين، وكلنا كمواطنين وشباب أبناء هذه المنطقة نشيد بالعمل الجميل والمقدر الزيارة الكريمة. ونحن برضو نشجع الشباب ونناشدهم لتكوين أو مثلا لتجنيدهم في هذا العمل الوطني، وتقديما للثورة بتاعت السودان والحرب الكرامة إن شاء الله. هذا الشباب من دور من أبناء هذه المنطقة ينضموا لقوات بتاعت التحالف جميعا.
اختتم وفد التحالف زيارته لقرى ولاية الجزيرة بقرية الوحدة، ومن خلال الاحتفال الحاشد الذي نظمه أهالي القرية فرحا واستقبالا للتحالف السوداني. بسم الله باسم الوطن. شكرا جزيلا. أول مرة والله نمر عليكم. بالنسبة للحاجات البسيطة طلبتوها مننا إن شاء الله عبارة منفوذة مننا ننفذ لكم الليلة قبل بكرة. الصايم وبالنسبة للمياه وبالنسبة للمساعدة للمساجد وبالنسبة للطاقات عندنا ناس الغيرية موجودين معنا. بداخل مدني هنا ما بعيد. داخل مدني هنا ما بعيد. السودانيين عامة بنحيي قوات الشعب المسلحة، بنحيي قوات المشتركة، بنحيي لجنة المقاومة، بنحيي المستنفرين، بنحيي الجيش عموما. جيش واحد شعب واحد. جيش واحد شعب واحد. الله. شكرا أكبر. الله أكبر. ما فينا بيقول لأمه ما تعشينا ولا فينا الهوان ساكوه ساكت طينا. نحن التحالف هدين ساكنين صوارم مينا ثابتين كالجبال والطير يعجعج فينا. التحية لقوات التحالف والتحية لقوات شعبنا المسلحة والتحية لأمهات شهدائنا الكرام. فليحيى الوطن. التحية لهذا الوطن الحبيب والسلام عليكم ورحمة الله.